مرحبا حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. مشتاقة لكم، رجعت لكم فيديو جديد. بداية حديثنا ما يحتاج الحديث الا بالصلاة على النبي، اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. رمضان كريم حبايبي، من عاد عليكم بالخير واليمن والبركة والسلامة والصحة والسلامة ان شاء الله يا ربي. الله يتقبل الطاعات منكم، وصيام مقبول وافطار شهي. اليوم الوصفة مالتنا عن الخبيزة. مثل ما تشوفون هذا شكل الخباز. راح اسوي لكم طريقة كلش سهلة وبسيطة وهي مفيدة لان بيها كثير من الفيتامينات. ثرمتها الخبيزة بهذا الشكل، وثرمت ايضا بصل، حبة بصل واحدة ناعمة، تمام، يعني ثرم ناعم، حبة بصل متوسط الحجم، ثرم ناعم، ومع باقة خباز ثرمتها، تمام. هنا حطيت شوية زيت السمسم حتى أعزز الفائدة أكثر. ضفت زيت السمسم وضفت شوي البصل بعد ما ثرمته ناعم، وحبدي أقلب به. الفوائد الخباز كثيرة، منها يحتوي على فيتامين الزنك والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم وفيتامين بي 3 وفيتامين بي 12 أيضا، وفيتامينات كثيرة من ضمنها أيضا الحديد. والخبيزة هي علاج نزلات الصدرية والسعال وكل أمراض الشتاء. طبعا هنا ضفت شوية رشة كركم بسيطة، وضفت كزبرة وفلفل أسود، هنا ضفتها شي بسيط يعني. والكركم اختياري، ممكن لو حابين اللون يكون شوية أطوخ ممكن ما تضيفون كركم، بس أنا حبيت اللون يكون شي لون على برتقالي شوية طخ، حابة يكون هذا اللون فضفت الكركم. الكركم ما ينطي نكهة، مجرد لون. هنا ضفت الخبيزة بعد ما ذبل البصل، ضفت الخباز. مثل ما تشوفون أنا ثرمته ناعم، لأن ضروري إن الخباز ينثرم ناعم حتى يساعد على عملية استواء بأسرع وقت ممكن. كذلك الخباز أيضا من فوائده أنه هو يأخر عملية الشيخوخة، من خلال أنه هو ينتج الكولاجين بالوجه، وبالتالي عملية ظهور التجاعيد تقل، تمام. فالخباز بفوائد كثيرة وإحنا نتجاهلها، ما أعرف ليش، ودائما يضربون بها المثل انه اكل الفقراء، لكن هو فائدته كلش قوية ومفيدة للجسم. الخباز مثل ما تشوفون صار بهذا الشكل بعد ما قلبته. من اول ما تحطوه بجريبين كبير، لكن بعد ما يذبل، بعد ما تستمر بالتقليب وتتركه فترة يذبل. مثل ما تشوفون ذبل وصار بهذا قل شكل حجمه وهذا شكل بصل. هنا انا ما يحتاج اضيف المي، لكن شفت الخباز يعني ما أعرف ما ذب هالمرة مي من عنده، وكل مرة يذب مي يعني ويذبل بسرعة. ما أعرف شنو السبب، إنه الخباز حسيته لسه بعد يحتاج لاستواء أكثر، فضفت له شوية مي حتى يذبل بعد أكثر. ضفت له الملح أيضا، وضفت هنا دبس الرمان. دبس الرمان ضروري وضروري جدا جدا للأكلة، لأن الخباز معناته وياه دبس رمان. انتوا هنا تضيفون ممكن حامض، أنا هنا ضفت رارنج، يعني عندي رارنج أعصره وأضمه بالفريز، وقت الحاجة أطلعه. اللي غير دول العربي ما يعرف شنو الرارنج، هو نوع من أنواع الفواكه الحمضية، هو هم طعمه حامض بس حموضته على ملوحة. الرارنج يعني طعمه يختلف عن إنه حامض، طبعا طعمه كلش طيب هو بالأكل، فأنا حبيت أضيف الرارنج هنا بدال الحامض. إذا ماكو رارنج ممكن حامض، ماكو مشكلة. هنا مثل ما تشوفون شكله بهذا الخباز لازم ينمرد يصير بهذا الشكل. مثل ما تشوفون شكله كلش شهي، الطعم ما أحكيكم عليه كلش طيب، واللي يحب الخباز أكيد راح تعجبه هاي الطريقة، لأن كلش سهلة وبسيطة ومفيدة بالجسم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. صيام مقبول وإفطار شهي.